في 3 غلطات بيقع فيهم مدربين كتير وبيضيعوا نتائج العميل. الغلطة الأولى فوليوم زيادة، تمارين كتير لنفس العضلة 6 و7 تمارين، كل تمرين أكتر من 4 مجموعات لعضلة واحدة بس، وكل ده في نفس السيشن. ده مش احتراف، ده إجهاد. تاني غلطة الديوريشن أو مدة التمرين، تمرين 2 أو 3 في الجيم، فبعد وقت معين جسمك مش بيستفيد بنفس الكفاءة وبيبدأ يدخل في مرحلة إجهاد. معظم التمرينات الفعالة أو قدر استفادتك من التمرين بتكون من 45 ل 60 دقيقة. ده مش جايد لاين لأنه بيختلف على حسب الهدف لبعض الناس المتقدمة، فالأهم من الوقت هو جودة التمرين مش المدة. الغلطة الثالثة تمرين البنات بنفس طريقة الرجالة. هو الأساس واحد بس التطبيق بيختلف، لأن في اختلاف في الهرمونات، في توزيع الدهون في الجسم، وفي استجابة الجسم للتمرين، فلازم البرنامج يتظبط على حسب الهدف وعلى حسب استجابة الجسم. المدرب الشاطر مش هو اللي بيمرن أكتر، هو اللي بيمرن أسهل. ولو انت المدربة ولسه بتتعلمي وهدفك تبني برنامج صح للعملاء بتوعك، كلميني وأنا هساعدك.